ينفرد أول تعليق من عدلي القيعي على مباراة الأهلي وبيراميدز، ويوجه رسالة خاصة لرمضان صبحي ويكشف سر فوز الأهلي بالكأس. كابتن عدلي، هل ليك تعليق؟ يعني شفنا بعض اللاعبين زي مثلا رمضان صبحي كان منفعل جدا في المباراه، هل ده انفعال طبيعي لفرقته ولا عشان مواجه الاهلي، ولا عايز تقول له ايه يعني؟ ما اقولوش حاجه، اقول له ربنا معاك. كان مقدرا لك وكان مخططا لك مستقبلا اهلي وامالا كبيره جدا من مسؤوليه وجماهيره، وانت كنت ممكن توضح لي النقطه دي شويه يا كابتن؟ طبعا هو ابن النادي الاهلي. يعني حضرتك بتقول كان مقدرا، لما تم استعادته من انجلترا هل كان في بلان محطوط لرمضان؟ طبعا ولا مجرد لعيب؟ واحد من المواهب اللي في جيله مميز جدا، بشخصيه وطالع في وسط عائله اهلاويه كابتن اكرامي طبعا وليهم شخصيتهم، فكانت مفاجاه، مؤكد مفاجاه انه يمشي، ومفاجاه اكتر اللي رسم له السيناريو بتاع كان يقدر يكسب الاهلي على قد ما يقدر يعني حتى انه لا ما يعني انت مش محتاج تبرر انت مشيت ليه. خلاص انت مشيت لان تقديرك في التوقيت ده مصلحتك خلاص. انما اللي حصل بعد كده من يعني مش عايز ارجع كده. هل حابب تقول له حاجه النهارده على مستخسر ان رمضان ما استمرش في الاهلي الحقيقه، يعني كان ينتظر امورا كثيره. طب هل تحب تقول له حاجه على انفعالاته النهارده؟ لا عايز اقول له خلاص بقى، انت مش محتاج تثبت حاجه، يعني ما تبنيهاش مساله شخصيه، لان كل ما بتعمل كده النادي الجماهير كمان بتتضايق اكتر. يعني خليك بقى في اطار انك انت حماسك لفرقتك ده شيء مشروع، لكن لو قلبتها مساله شخصيه لا انت هتقدر تؤدي اللي انت جواك ولا الناس هتقدر تستوعب. فايل لعيب زي رمضان مغلق تماما في الاهلي. ده مش بتاعي بقى، ده بتاع ميراث كبير في النادي الاهلي، مين يقدر يجي ناحيته الله اعلم. لكن انت مع استمرار هذا الميراث؟ انا ما لكش دعوه بيا، انا مش عارف اوقعك يعني. الميراث ده ما حدش بيقدر يجي ناحيته يا كابتن. لا وده احد اسباب الاركان الرئيسيه لقوه الاهلي الحقيقه يعني. الحمد لله. تمام. باشمهندس عدلي، بنقول لك الف مبروك. هل نطمن الجمهور قبل ما نقفل معاك على الصفقات الجديده في الموسم الجديد؟ انا اطمنه بحاجه واحده بس. اتفضل. اوعوا تفتكروا انكم هتفكروا في حاجه والاداره مش واخده بالها منها. يعني اي واحد من الجمهور بيقول فلان الفلاني وكان المفروض يحصل، كل حاجه بيفكر فيها الجمهور مطروحه ومدروسه، واذا كنا ما بنوصلهاش احيانا بيبقى ربما لان هناك اولويات اخرى، او ان في محاولات ولم تثمر. ما احنا مش تمام. يعني احنا انما اللي طمنوا بيه حاجه واحده بس، ان مش ممكن إدارة الأهلي هتنفصل عن مصالح جماهيرها وسعادة جماهيرها، وإنها بتحاول تكون سابقة بخطوة في كل حاجة بتعملها، وأعتقد إن جمهور الأهلي بيعيش أيام سعيدة على كل الأصعاب. المنافسة بقت أصعب طبعا. عايز تقول كلمة لحد معين بعد هذا الانتصار؟ لا، عايز أبارك للجماهير وعايز أطمنها، الأهلي لن يدخر جهدا تاني وتالت، لكن اوعوا تفتكروا الامور بالسهوله اللي انتم متصورينها يا شباب. لكن ده مش معناها ان الاهلي سيألو جهدا انه يحقق كل اللي يقدر يعمله عشان يبقى النادي الاهلي زي ما انتم عايزينه، مصدر الفخر والانتصارات والرائد والعالمي. مبروك يا كابتن عدلي الفوز بالكاس، وان شاء الله نشوفك ضيف عزيز معانا قريبا في بوكس باذن الله. ان شاء الله. وتاني مره ببارك لضيوفك الكرام، وببارك للكابتن السيد تاني على ابنه الجميل، وربنا يوفقه. ربنا يخليك. وكابتن السيد، ممكن اقول لك كلمه؟ اتفضل يا باشمهندس. وتعتبرني اخوك الكبير، وتعتبر ان ابنك حفيدي. تحت امرك يا باشمهندس. انا عارف ان انت نفسك تشوفه في احسن حته واحنا كمان، بس صدقني والله كل حاجه ليها ميعادها. اسمع الكلمه دي. ربنا كريم ان شاء الله. ابنك هيعمل حاجه كويسه ان شاء الله. مش ما تستعجلش، ما تتوترش. ربنا كريم ان شاء الله. كلنا عايزين نشوف ولادنا في احسن حته واحسن حاجه، وهو ابنك عنده المؤهلات. ما هوش يعني ما فيش حاجه اسمها الفرص بتضيع ابدا. هيخلق فرص احسن واحسن، لان هو موهوب وعنده اب لازم يشكر ربنا عليه، وعنده جد لازم انتوا الاثنين تشكروا ربنا عليه. طبعا كابتن رمضان السيد طبعا. طب هيروح لمين احسن منكم عشان مظبوط. وعنده نادي كبير، وعنده نادي بقى بيحتوي الجميع طبعا، جمهور عريض طبعا. ماشي. كابتن عدلي القيعي، باشمهندس عدلي، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. شاكرين يا حبيبي. شكرا جزيلا كابتن عدلي القيعي.